أهلا بيكم، يا رب تكونوا جميعا بخير. في فيديو النهاردة هنتعلم ازاي نحضر كيكة شوكولاتة سهلة جدا وسريعة. في دقايق بالظبط هحصل على كيك شوكولاتة ناجح جدا، وكمان سهل جدا للمبتدئين، وبمكونات صحية بدون دقيق، وكمان لذيذ جدا وهش وخفيف وسهل جدا في التحضير. أول حاجة عندي عشان أحضر كيك شوكولاتة لذيذ بديل الدقيق هستخدم دقيق جوز الهند. عندي 40 جرام من دقيق جوز الهند، هبتدي أنخله كويس جدا علشان أحصل على قوام هش جدا وخفيف لجوز الهند. ضفت ليهم 30 جرام من الكاكاو الخام الغير محلى، هبتدي انخلهم كويس جدا عشان احصل على دقيق هش جدا وفيه نسبة هواء عالية. ده يساعدني على الحصول على كيك ناجح جدا. هبتدي اضيف 3 بيض بدرجة حرارة الغرفة في اناء اخر، وبعد كده ابتديت اضيف ليهم 1 ظرف من الفانيلا و3 ظرف من استevia. استevia هيكون عندي بديل السكر المصنع. هخفق كويس جدا مزيج البيض والفانيلا والسكر عشان احصل على قوام عالي جدا ومرتفع وهش وفاتح جدا للبيض. الخطوة دي مهمة جدا عشان احصل على كيك شوكولاتة ناجح جدا، قريب جدا من كيك الاسفنجي عشان يديني نتيجة مظبوطة للكيك، وقريب من طعم الجاتو بالشوكولاتة. بس طبعا هنحضره بمكونات صحية وهيكون ناجح جدا ولذيذ. مدة الخفق لا تقل عن 7 دقايق عشان أحصل على قوام هش جدا ومخفوق وفاتح للبيض. زي ما احنا ملاحظين تضاعف حجم البيض وابتدأ يديني عندي اللون الفاتح المظبوط والهش لقوام البيض. خفقت كويس جدا وده القوام اللي انا محتاجاه. زي ما احنا ملاحظين ابتدى عندي يتضاعف حجمه، وكمان حجم البيض بقي مرتفع جدا وفاتح. ده القوام اللي انا عايزاه قوام زي الكريمه التقيل بالظبط. بعد كده ابتديت اضيفهم على المكونات الجافه اللي كنت محضراها مسبقا، اللي هي دقيق جوز الهند وكمان الكاكاو الغير محلى. ابتدي اقلب كويس جدا بواسطه اسباتيولا من فوق لتحت، مع الحرص ان انا ما اقلبش بسرعه علشان ما افقدش الهواء اللي انا دخلته جوه البيض وكمان الدقيق المنخول. في الاخر خالص ابتديت اضيف 40 جرام من الزبده المذابه. دي هتديني قوام هش جدا وفلافي للبيض مع الكيك، وهيديني كيك ناجح جدا، وده سر الكيك اللي بالشوكولاته يكون ناجح جدا وهش. هقلب مزيج الزبدة بالراحة خالص مع مزيج الكيك، وبعد كده ابتديت اضيفهم في قالب الانجليش كيك. قالب الانجليش كيك هكتب لكم المقاس بتاعه بالظبط في الديسكريبشن بوكس. وطبعا قبل ما اضيف مكونات الكيك دهنت قالب الكيك بورق زبدة، ومع اضافة كمان قليل من الزبدة عشان ما يلزقش مني الكيك في الورق. في فرن ساخن مسبقا ابتديت اضيف الكيك على درجة حرارة 180. هيقعد تقريبا 20 دقيقة هيكون جاهز بالظبط للكيك هش ولذيذ وطري. هحصل على كيك لذيذ جدا ومش مرتفع قوي. ده القوام اللي انا محتاجاه. انا عايزاه سمك زي سمك الجاتو بالظبط عشان يديني كيكة شوكولاتة بطعم الجاتو زي اللي بيتباع جاهز بالظبط. بس طبعا هقدمه بمكونات صحية. ده عندي بار شوكولاتة، أي نوع شوكولاتة بتفضلوها مفضلة عندكم ممكن تضيفوها. والكيك ساخن. أول ما أبتدي أخرجه من الفرن هبتدي أضيف ليه بار الشوكولاتة على حسب مقاس كل قالب انجليش كيك بتفضلوه. المقاس دوت هيكون مناسب جدا لبار الشوكولاتة. وبعد كده هبتدي أدخلهم لمدة دقيقتين في الفرن علشان عندي طبقة الشوكولاتة تدوب، وهحصل على كيك شوكولاتة ساخن لذيذ مناسب جدا لفصل الشتاء. طبقة الشوكولاتة مع الكيك الهش هيديني طعم لذيذ جدا. كيك سريع وكمان سهل في التحضير وبسيط بدون كريمة بدون تحضيرات مسبقة. في دقايق بالظبط هحصل على كيك شوكولاتة ناجح جدا وطعمه لذيذ جنب كوباية شاي أو قهوة بدون سكر. بتمنى تكون فكرة الكيكة عجبتكم. ولو انتم جداد على القناة، أنا حنان مصطفى بقدم محتوى تغذية صحية، بقدم وصفات صحية خالية من السكر والدقيق والزيوت المهدرجة. ودمتم سالمين وفي صحة جيدة.